السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل بامية باللحمة، ان شاء الله الطريقة هتعجبكم. جبنا اللحمة وجبنا البصل، غسلنا اللحمة كويس وبعدين هنحطها في الطاسة عشان نشوحها. تمام. بعد ما نحطها بقى ايه ان شاء الله هنبدأ نشوحها تشويحة كده ايه حلوة الأول من غير أي بصل. بعد ما تشوح شوية هنبدأ بقى ان شاء الله ننزل عليها بالبصل. بعد ما ننزل عليها بالبصل هنبدأ نقلب كويس ونسيبها شوية، وبعدين كده هنحط ماجي، وبعدين هنقلب الماجي واللحمة، وبعديها بشوية ان شاء الله هنقعد نقلب كويس تاني. بعد ما نقلب قوي هنبدأ بقى نهدي عليها، وبعدين كده هنطلعها ويكون كده ايه استوت نص سوية. تمام. هنروح بقى ايه للطماطم، هنجيب الطماطم نبدأ نفرمها، وهنجيب حلة هنحط فيها يعني زبدة أو سمنة أي حاجة يعني عندك اختياري، وبعد كده هنجيب عصير الطماطم وهننزل بيه ايه على السمنة أو الزبدة، وهنقعد نقلبهم كويس وهنسيبهم يرتاحوا شوية، وبعد كده هننزل عليهم بواحدة ماجي. بعد هننزل عليهم بالماجي هنقلب تاني، وبعد ما نقلبهم هننزل عليهم بالملح، ملح بكمون بقى زي ما انتوا تحبوا، وبعدين هنقلبهم تاني كويس. نفضل نقلب شوية حلوين كده، وبعد كده هنبدأ ننزل عليهم ايه بالبصل. اكيد طبعا هتستغربوا ان ليه ما حطيتش البصل في الاول وكده، لا دي طريقتي انا بقى النهارده ان شاء الله، عشان كده الفيديو هيبقى مختلف. انا جبت البصل شوحت البصل يعني مع نفسه كده، وبعد كده رحت جايه احطه في ايه قلب الطماطم بعد ما شوحته شويه، وبعدين هقلبه في الطماطم وهنزل عليهم بقى بالباميه. هقلب بقى الباميه مع البصل مع الطماطم كله مع بعضه، نفضل نقلبهم كويس. وبعد كده ان شاء الله هننزل ايه عليهم بشويه ميه، وبعد ما ننزل عليهم بالميه هنقلبهم تاني. عارفه ان طريقتي مش احسن حاجه في الكلام، بس اعذروني عشان اول مره اتكلم وكده، في ان انا مش واضعه يعني ان انا اتكلم في اي فيديوهات وكده. وبعد كده هننزل عليهم باللحمه اللي احنا كنا مشوحينها، طبعا مش كلها عشان لو عايزين يعني تاكلوا لحمه مشوحه وكده من غير يعني باميه. هنقلب اللحمه والباميه كويس جدا. تمام. هنفضل اقلبهم كويس جدا، وبعدين بقى ايه نغطيهم، وبعد كده هنغطيهم بقى ايه عشان خاطر ايه يستووا مع بعضهم يعني. تمام. بعد كده هنجيب طبق صغير نحط فيه شوية زيت أو سمنة، وهننزل عليه بالتومية اللي احنا يعني عاملينها، وهنقعد نشوحها كويس. بعد ما نشوح التومية هنروح جايين نازلين عليها بقى ايه في قلب البامية. اقسم بالله الطريقة دي فظيعة يا جماعة، تحفة. هننزل عليها في البامية ونشوحهم بقى كويس مع بعض، وهنقلب ده كله مع بعض. يا سلام الريحة فظيعة بجد، هتقلب لكم البيت كله، هتعتمدوها والله العظيم يا جماعة، تحفة. هتعتمدوا على الطريقة دي من هنا ورايح بجد، روعة روعة روعة، اللهم بارك، ريحة البيت كله قلبت عندي. بس يا حبايبي بألف هنا، وكده خلصنا طلعنا الطبق الحلو اهو شايفينه قدامكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا رب، متنسونيش بقى في الاشتراك واللايك، ودعوة حلوة من قلبكم. والفيديو عجبكم ياريت تقولولي في الكومنتات تسلم ايديكي. وده فيديو النهاردة، مع السلامة.